غلوفو هي فكره غبيه ما كانش خاصها تصدق، حيتاش اولا الدري اللي اسسها كانت في عمره غير 22 عام، وثانيا كان في راس مالو غير 10000 اورو، وثالثا الفكره ماشي جديده، ورابعا الدومين ديال التوصيل كانوا محتكرينه عمالقه. وخا هكاك بطريقه ما غلوفو سيطرت على اوروبا والمغرب وبزاف ديال الدول وحده اخرين، وحاليا بخطه ثابته كتحاول تسيطر على الدومين في العالم. فكيفاش دري صغير بلا اكسبيريونس قدر ينافس العمالقه ب 10000 اورو؟ وعلاش غلوفو ولات كتصرف الملايير على المغرب؟ هادشي كامل غنعرفوه في هذا الفيديو. معك ساره من قناه بيزنس بالدارجه، واليوم غنهضروا على غلوفو. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. شهر 3 2015 مدينة برشلونة، واحد الدري في عمره 22 عام، واخا باقي صغير كان ختم الحياة. اولا تخرج كمهندس طيران متفوق، ومن موراها مباشرة خدم مع ايرباص، وحده من اكبر شركات صناعة الطائرات في العالم. ومن بعد وقت قصير قدم الاستقاله ديالو حيتاش ما عجباتوش الخدمه. ودابا وهو جالس في الدار كيخمم، طاحت عليه اغبى فكره ممكن تطيح على اي واحد. بغى بوحدو يحكم الدومين ديال التوصيل في اوروبا والعالم، يعني بغى ينافس اضخم الشركات لعشرات السنين وهما محتكرين السوق. فكره كتصدق غير في الافلام، ولكن في بالو جاتو فكره منطقيه. هز تليفونه باش يطلع على شحال عنده د الفلوس باش يبدا في هذا البروجي العجيب. لقى في راس مالو 10000 اورو، وهو يقول في راسو كافيه. هاد الدري سميتو اوسكار بيير، المؤسس ديال شركه غلوفو. وغير باش تفهم عزيزي المشاهد ان غلوفو ماشي شركه ديال التوصيل، هي منصه ديال التوصيل. وباش الفيديو يجي مهضوم اكثر غيخصنا نفهموا شنو الفرق. شركات ديال التوصيل في العاده كيكون عندهم ترونسبور وشوافريه وسيستيم باش خدامين، وكبزنس موديل زوين وخدام. اوسكار عزيزي المشاهد عنده 10000 اورو. شحال من طوموبيل غتشري ليه وشحال من شيفور غتخدم ليه؟ تا واحد. 10000 اورو حدها يدوز بها شي عطله زوينه في سويسرا ويرجع للدار زاوي. هذا علاش باش اوسكار يدخل الدومين خاصو ما يدير شركه ديال التوصيل، خاصو يدير منصه ديال التوصيل، منصه غتربط ما بين الشوافريه وما بين الكليان. كيفاش؟ لنفرض مثلا انت جالس في الدار ما فيك ما يخرج وبغيتي زيف حياتي، غتدخل منصه غلوفو، غتطلب زيف حياتي في اللون المفضل عندك، والطلبيه ديالك غتطلع لشي ليفرور عايش في المنطقه ديالك وغيتسخر ليك مقابل مادي صغير. وفي هذا الشيء غلوفو كتاخذ واحد النسبه حيتاش هي الوسيط. بحال بغيتي تقول غلوفو محسوبه على الشناقه. يعني الموضوع سهل، و10000 اورو كافيه. سي اوسكار خاصو غير يصاوب ابليكاسيون، ياك؟ يا ريت الحياه كانت بهذه البساطه. اوسكار ما كانش عارف باللي منصه ديال التوصيل مسروعه ومشهوره بشكل كافي كتقام اغلى بكثير من شركه ديال التوصيل، حيتاش المنصات كيكونوا معقدين بزاف في البروغراماسيون ديالهم وكيكونوا غاليين بزاف في التسويق ديالهم. ولكن كي غادي دير تلومو، صعيب توقع باللي ابليكاسيون في التليفون كتقام غاليه على ديبو ديال الطوموبيلات وعلى جيش ديال الشوافريه. المهم اوسكار باغي يصاوب هاد الابليكاسيون، ولكن عنده مشكل واحد اخر، ما كيعرفش بروغرامي. ولكن ما تخافوش عليه، السيد راه عنده 10000 اورو، باقي كاين الامل. وهذا الامل غيطفى حيتاش فاش غادي يبدا يقلب على لي سيرفيس اللي قادوا ليه المنصه بداو كيطلبوا ليه 80000 اورو الفوق غير النسخه الاوليه من التطبيق. وهو يقول في راسو واقيلا هادشي ما منوش، غير هو عين قلب في جوجل على الله ما تحسين نلقى شي سيرفيس بثمن مزيان. كتب في جوجل بالضبط build an X for Uber، حيت كان باغي يبيلدي واحد لابليكاسيون بحال اوبر بالضبط. وطلعت ليه واحد الشركه روسيه عندها اثمنه ديال الجوطيه. وغير باش تفهم الكونتكست، اليد العامله في روسيا رخيصه، وفي ديك الوقيته كانت ارخص بسبب الازمه. باش نعطيكم مقارنه، في المغرب الحد الادنى للاجور في 2015 كان في حوالي 2500 درهم، في روسيا كان 900 درهم. داكشي علاش الشركه الروسيه عطاتو ثمن زوين، قالوا ليه غنصاوبوا لك احسن ابليكاسيون خدامه ومسروعه غير ب 8000 اورو. اوسكار فرح وقال لهم قدوها لي. خلصهم وبدا كيتسنى على اعصابه، كيتخيل التطبيق كي غيجي وكيتخيل شتات الفلوس وسهوله الحياه. السيد عنده امل كبير، وهذا الامل غيعاود يطفى فاش غيعطيوه لابليكاسيون. الابليكاسيون اللي عطاوه كارثيه، عامره عيوب وما صالحاش لانها تخدم في المارشي، فما بالك انها تنافس في السوق. اوسكار غيستسلم،
لا غير كنضحك. السيد عنده 22 عام وخسر 8000 اورو. كون ست المغرب هذا الشيء ما عمرك كنتي غتسمع بغلوفو. اوسكار فاش شاف داك التطبيق الكارثي وشاف عنده في البنكه غير 2000 اورو، غيدير داكشي اللي حتى شي واحد ما يقدر يتوقعه. غيمشي يدور على المستثمرين وغيقول لهم راني صاوبت احسن تطبيق ديال التوصيل، خاصو غير لمسه تقنيه وفلوس الاشهار. وبالمهارات الاقناعيه ديالو او السنطيحه كيف ما كنقولوها بالدارجه، قدر انه يبيع جزء كبير من هذه الشركه ب 100 مليون سنتيم. تخيل معايا فكره وتطبيق ما خدامش قدر انه يجبد بيهم 100 مليون في الاستثمار، وبهاد 100 مليون غيجمع التيم ويقاد اول ابليكاسيون خدامه ديال غلوفو. I got nightmares in my ودابا منين معاه مستثمرين كيراقبوا اي حركه كيدير، زائد المنافسه الشرسه في الدومين، الباب ديال جحيم المقاوله غيتحل في وجه اوسكار. It's me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. عام 2015 كان عام مثالي في السبليون باش تحل شركه ديال التوصيل، حيت اسبانيا كانت مأزمه والبطاله طلعت للسما. تخيلوا معايا 48% من الشباب اللي عندهم قل من 25 عام ما خدامينش. كما كيقول المثل مصائب قوم عند قوم فوائد. قلة الخدمه كتخلي الشباب يديباني باللي كان ويقبل باي ثمن. داكشي علاش فاش اوسكار حل غلوفو ما لقاش مشكل في انه يلقى ديليفرور اللي يخدموا بثمن ديال الدراوش، ولكن لقى مشكل ديال فلوس الاشهار. الاغلبيه ديال ديك 100 مليون اللي جمع من المستثمرين صرفها غير على لابليكاسيون اللي دابا ما عندوش الفلوس الكافيين باش يشهرها. داكشي علاش العام الاول كان بطيء والكونتيتي ديال الكليان كانت قليله، ولكن وخا هكاك بالمراقبه ديال هاد الكليان القلال غيلاحظ واحد النمط كيتعاود. الناس كيوردريو الماكله بزاف، وهاد الشيء هذا غريب. السيرفيس ديال غلوفو كان غالي وفي نفس الوقت كانوا شركات واحد اخرين كيوصلوا الماكله بثمن رخيص. وواخا هكاك بنادم فاش كان كيدخل غلوفو اول حاجه كتجبدو هي الماكله واخا السيرفيس غالي. وهذا الشيء غيخلي اوسكار يفهم بلي الماكله هي الكنز ديال التوصيل وخاصو يلعب على هذا الوتر. وداكشي اللي دار عاود مشى قلب على المستثمرين وقال لهم راه غلوفو هي المستقبل ديال ليفريزون في السبليون، عطوني فلوسكم وغندوبلهم ليكم. وقدر انه يجمع مليون اورو من المستثمرين. وداك الساعه بدا اول حمله عنيفه ديال الاشهار، وبدا كيدخل دي ريستورون كبار كشركاء مع غلوفو. وهذا الشيء صدق مزيان. غير في عامين غلوفو توسعات وبدات كدير التوصيل في دول جداد، وانتقلت من ستارت اب صغيره لشركه عندها مئات الموظفين واكثر من 10000 ليفرور. اوسكار على عمر 26 عام ولا عايش اكبر الاحلام ديالو، ولكن راجل واحد عايش في ميريكان غيكتب واحد الميساج غيقلب هاد الاحلام الكوابيس. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creep. شهر 5 عام 2018 رئيس التنفيذي ديال ماكدونالدز غيصيفط ميساج من ميريكان لكاع فروع ماكدونالدز في العالم، وغيقول لهم غنبداو نديروا الليفريزون وغنديروها بشكل رسمي وحصري مع اوبر ايتس. في ديك الوقيته غلوفو في اسبانيا كانت كتنافس مع 3 ديال الشركات، اوبر ايتس، ديليفرو وجاست ايت. الى اوبر ايتس خدات الصفقه مع ماكدو في ظرف عامين غلوفو غادي دير فايت 100%، حيتاش الناس غيانستاليو اوبر ايتس باش يكومونديو من ماكدو، وفاش غيانستاليوها غيلقاو فيها كلشي وما غيعاودوش يدخلوا لغلوفو. الخوف والتوتر دخل في العروق ديال كاع افراد الشركه، وكلشي ولا كيشوف باللي ما كاينش امل. وفعلا راه ما كانش امل. ما يمكنليكش تنافس الشركه عندها شراكه حصريه مع اكبر سلسله مطاعم في العالم. داكشي علاش اوسكار ما كانش باغي يتنافس في هاد الظروف، كان باغي يبدلهم. مشى قلب على شكون يقدر ياثر في القرار ديال رئيس ماكدونالدز، ولقى واحد السيده سميتها سوزيت خدامه في المقر ديال ماكدونالدز في مدريد. مشى لعندها باش يتفاوض معها تعطيهم فرصه، ما قبلاتش حيت القرار جاي من الفوق. ولكن اوسكار لصقه سافر عندها لمدريد اكثر من 40 خطره، وفي كل مره كيزيد يعطيها سبب اخر علاش خاصها تعطي فرصه لغلوفو. وفي الاخر قال لها حنا اللي عندنا الخبره الاكبر في اسبانيا وفي بزاف ديال دول العالم الثالث، وكاثبات حنا ما بغيناكمش تسنيو مع غلوفو، بغيناكم غير تجربوا غلوفو في اسبانيا.
سوزيت قبلت انها تعطيهم تيست باش يثبتوا ريوسهم ضد اكبر شركه توصيل الطعام في العالم. وهنا الجحيم ديال الخدمه بدا. اي حاجه كطلبها ماكدو ما كيتفاوضوش معاها. الا ماكدو ما عجبتها شي حاجه في التطبيق د غلوفو، في البلاصه كتبدل. الا شي واحد طلب الماكله من ماكدو، غلوفو كتعطيه الاولويه القصوى واخا تخرج خاسره. وزيد عليها اللوغو ديال ماكدو ولا عامر في لابليكاسيون ديال غلوفو. وهاد التيست دام لمده عام كامل، وماكدونالدز لقات فعلا ان غلوفو خدامه ليها مزيان وسنات معاهم في اسبانيا. ومن بعد مده قصيره الرئيس التنفيذي ديال ماكدونالدز ديال الطليان عيط على ماكدو ديال اسبانيا وقال لهم شكون شاد لكم الليفريزون، حيتاش كان شاف بلي الكليان ساتيسفي والارقام ايجابيين بزاف. قالوا ليه غلوفو، وهذا الشيء خلاهم يسنيو كونطرا د عامين تا مع الطليان. تخيلوا معايا كون ما مشاش ديك 40 مره لمدريد وبقى لاصقهم باش يعطوه فرصه، كون ما عمرك سمعتي بغلوفو. حيت هاد الصفقه في السبليون والطليان غتخليهم يدخلوا فلوس كافيه باش يسيطروا على اكثر سوق فيه المنافسه ضعيفه في العالم، افريقيا. في الصيف ديال عام 2018 غلوفو غتاخذ واحد من احسن القرارات في التاريخ ديالها، وهو الدخل لافريقيا. واول بلاد بداو بيها هي المغرب، ولاسباب ذكيه. اولا ما كانتش المنافسه، وثانيا الطبقه المتوسطه في كازا كانت كتكبر بسرعه كبيره، وثالثا اليد العامله رخيصه، ورابعا الى غلوفو ربحت المغرب غتربح افريقيا. وداكشي اللي وقع. من بعد ما غلوفو سيطرات على السوق في المغرب بواحد السرعه كبيره، لقاتو خدام ليها مزيان. وهذا الشيء خلى اوسكار يفتح في كازا المقر الرئيسي ديال غلوفو د افريقيا. ومن هذا المقر غيصرف اكثر من 200 مليار سنتيم باش يفتح ويسيطر على دول جداد في افريقيا. ودابا فاش غلوفو ولات بهذا الحجم، الاف ديال الناس ولاو خدامين فيها. واوسكار حيت كان باقي صغير وما عندوش اكسبيريونس في انه يماناجي عدد كبير ديال الموظفين، بان فيه واحد العيب اللي يقدر يريب كل شيء. اوسكار كان رطب بزاف مع الموظفين ديال غلوفو. مثلا فاش كان كيدير خطاب صارم على كيفاش خاصهم يخدموا سيريو وان كلشي خاصو يوجد في الوقت، كيوصلوه دي ميساج من لي شيف كيقولوا ليه واعضاء من تيم ديالنا توتروا ما عجبهمش الحال، الا كان ممكن ترطب معاهم شويه. واوسكار ما كانش كيبغي يقلقهم، وفعلا كيبقى يرطب معاهم. المشكل ان في العالم ديال الراسماليه وحريه السوق، الا ارتبط الشركه كتطحنها المنافسه. وباش اوسكار يلاحظ هذا الشيء، من ظهرو غتوقع واحد الحاجه اللي غتخليه يتحول من درينيه لقائد صارم ما كيتزاقلش. واحد الليله كانت شركه غلوفو دايره حفله ديال راس العام. اوسكار بالصدفه سمع واحد الانجينيور كيهضر مع صاحبو كيقول الشركه الفلانيه بغات تديني نخدم معاها، بصح انا بغيت نبقى في غلوفو حيت الشركه الاخرى الخدمه عندهم قاصحه. المشكل هو ان هاد الشركه اللي كانوا كيدويو عليها كانت كتسرق احسن لي زانجينيور من غلوفو. وهاد الانجينيور ما قبلش يمشي عندهم حيت عجباه الراحه. اوسكار تصدم من شنو سمع، وتم فهم باللي غلوفو الا بقات غاده هكا غتولي عامره غير بالمعاكس، وانه الا ما شونجاش هاد الشيء غيطيح. مباشره من بعد ديك الحفله اوسكار غيتبدل، وباش يريق المعايير الخدمه في غلوفو غيبدا من الفوق. مشى لعند القاده الكبار ديال الشركه وبدا كيعاود معاهم كيفاش المعايير الخدمه في غلوفو غيوليو، واي واحد ما كيتريقلش كيجري عليه. وهذا الشيء فعليا عتق غلوفو من واحد الازمه كبيره كانت جايه في الطريق، حيتاش في عالم البيزنس ديما كيخصك تحافظ على لي ستوندار ديال الخدمه، حيتاش المنافسين ديما كيتسناوك تغلط باش ياخذوا لك كل شيء. حاليا غلوفو اندمجات مع ديليفري هيرو ولات من اكبر منصات التوصيل في العالم، وهذا الشيء في ظرف 10 سنين. حيتاش مثلا ماكدونالدز اللي كانت سر من مورا النجاح د غلوفو خدات 30 عام باش تحول من ريستو صغيره ديال عائله فقيره لعملاق عالمي. درت عليه فيديو، الا بركتي هنا غتدخل ليه مباشره. ومن غير هذا الشيء دير ابوني باش نتلاقاو في فيديو جديد.